قرار جديد سيطبق بالمغرب. تفاصيل ستشاهدونها خلال هذا الفيديو الإخباري الجديد. قبل ما نتعرفوا على هذه التفاصيل الإخبارية، وكما عودتكم دائما ما فيها بس نعاود نذكركم باش إلا مازال ما اشتركتوش في القناة تشتركوا الآن باش تتوصلوا بجديد أخبارنا المغربية، وشكرا جزيلا لكم. أما عن تفاصيل هذا القرار الغريب والعجيب والذي هو تحت عنوان خبر سار ومفرح للمقبلين على الوفاة. وفي التفاصيل أثارت مراسلة وجهتها فاطمة الزهراء أو فاطمة زو الزهراء المنصوري، الوزيرة في حكومة أخنوش ورئيسة جماعة مراكش الغنية عن التعريف، إلى رؤساء مقاطعة المدينة الكثير من الجدل والسخرية. ومن خلال المراسلة المذكورة دعت المنصورة السيدة إلى ضرورة توفر مستلزمات الدفن، الكفن والصندوق عند الضرورة بالمشرحة الجماعية ووضعها مجانا رهن إشارة المواطنين. ليس هذا فقط، دخلت المراسلة في حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 30 مارس 2023، أي قبل 3 أيام فقط أو يومين، حيث سيتم تفعيل هذا القرار الذي يروم التخفيف من أعباء ومصاريف الدفن عن المواطنين المغاربة، خاصة بالنسبة للفئة الفقيرة. واشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بعد هذا القرار الجديد، حيث قال أحدهم: يجب على المسؤولين الالتفات إلى المواطنين وهم أحياء، فهم في أمس الحاجة لكل التفاتة. وقال آخر: خبر سار ومفرح للمقبلين على الوفاة، جماعة مراكش تعلن أن الكفن والصندوق ديال الموتى ولا فابور في الفوريان، ما تحتاجوش باقي تشريوه من ديكاتلون ولا وايكيكي، شكرا والله لا شكرا، غير اللي ما بغى يموت في الصراحة. وأضاف آخر: حتى كيموت بنادم عاد كتفكروه. وقالت أخرى: بالي قبل ما يسالي، تخفيضات بمناسبة رمضان. وأضافت أخرى: وأخيرا شي حاجة فابور، ما مصدقاش، صدموني صراحة. كانت هذه هي التعليقات ديال بعض المواطنين. وانتم شنو الرأي ديالكم في هذا القرار الجديد؟